أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل، أفهل لحواء والد كمحمد، أم هل لمريم مثل فاطمة أشبل، كل لها عند الولادة حالة منها عقول ذوي البصائر تذهل. هذه لنخلتها التجيت
تساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل وإلى الجدار وصفحة الباب التجت وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت تحمل سقطت فأسقطت الجنين سقطت وأسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب لئيم جحفل تقلها يفض صدري نعاس يفض صدري يا أبو محسن سقط يا معتبة الباب جتها ولقتها فوق التراب يفيض من الصدر وضلوع حدايا. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين. البحث حول شخصية السيدة الطاهرة فاطمة صلوات ربي تعالى عليها بحث عميق في محتواه، طويل في مباحثه وما يرتبط بخصال وصفات الزهراء عليها السلام، لأنها سر من أسرار الله تعالى. لذا سيعقد البحث إن شاء الله تعالى، ولعله بحث علمي أكثر مما هو قصصي، قائم على السرد القصصي والروائي، وأكثر مما هو اجتماعي أو ما ينحى المنحى السياسي والإداري وما شاكل ذلك، الذي قد يرتبط بنحو ما بالأحداث التي جرت على السيدة الطاهرة صلوات ربي تعالى عليها. لذا بحثنا إن شاء الله تعالى المرتبط بالسيدة الطاهرة خلال هذه الجلسة الشريفة يشتمل على مبحثين. المبحث الأول ما يرتبط بمفهوم السيادة والأدلة التي يستدل بها على سيادة فاطمة عليها السلام. والمبحث الثاني ما يرتبط ببعض الإشكاليات والشبهات التي تطرح من هنا وهناك في تقويض مفهوم السيادة الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. ولكن قبل الدخول في هذين المبحثين لابد من الإشارة إلى بعض الأمور. الأمر الأول أحبتي أننا لا نتعامل مع فاطمة عليها السلام في حدود الجانب النسبي، أي أنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنها أم للحسنين، أو أنها زوج لأمير المؤمنين عليه السلام.
هذا أمر منظور إليه، ولكن كلامنا في ذات فاطمة وصفات فاطمة ومقام الزهراء صلوات ربي تعالى عليها. فينبغي الالتفات إلى هذه النقطة. قد يتصور البعض أننا نتعامل مع فاطمة من جهة ارتباطها بهذه الذوات المقدسة، النبي وأمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. لا، وإن تصور أحد هذا التصور فتصوره باطل بالمرة. لما؟ لأن الزهراء صلوات ربي تعالى عليها تكتنف بسر عظيم، بخصوصيات وخصال وصفات تؤهلها لأن تكون متميزة عن غيرها. وغيرها الذي تتميز عنه فاطمة سواء أكان من النساء أو الرجال على حد سواء باستثناء الأب والزوج. التفتوا إلى هذه النقطة أحبتي، هذه مسألة مهمة أعزتي. تعاملنا مع فاطمة عليه السلام ليس في حدود أنها ابنة وأم وزوجة فقط، لا، بل شخصها، ذاتها، خصائصها صلوات ربي تعالى عليها. أضف إلى هذا أن الحديث عن الزهراء عليه السلام بهذه الخصيصة وهي السيادة يرتبط بالجانب العقدي لنا. عقائدنا ترتبط بفاطمة عليه السلام، وهذا يلحظ من جهات. الجهة الأولى أننا نعتقد بحجية فاطمة، أي أنها حجة من الله تعالى كحجية أبيها وبعلها وبنيها، بل أنه كما ورد في بعض الأخبار أن حجيتها أولاً على المعصومين عليهم السلام، على أبنائها، ولو كان الخبر مرسلاً. المروي عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال: إن جدتي فاطمة، أو نحن حجج الله عليكم، وجدتي فاطمة حجة الله علينا. وحجة الحجة حجة بقانون، بقاعدة المساواة. فإذن كما هي حجة على المعصوم عليه السلام، وأن المعصوم حجة علينا، فهي من باب أولى حجة أيضا علينا صلوات ربي تعالى عليه. إذا هي كانت حجة على الحجج علينا فهي حجة علينا، فمن باب أولى أنها تكون حجة على المعصوم دوننا، هذا هو لا يقبله العقل. لاحظ، فإذن هذه مسألة مهمة جدا. ثم أننا لو التزمنا بحجيتها فهي تدخل في دائرة ما يعبر عنه بالسنة. التفتوا إلى هذه المسائل أحبتي وعزتي. السنة لا الجماعة التي تنتمي وترتبط بعقائد معينة، الأخوة من المسلمين ممن يعبر عنهم بالسنة، لا، ليس هذا المقصود. السنة أي سنة المعصوم عليه السلام، سواء كانت سنة للنبي أو كانت سنة للإمام فهي سنة. تفتوا إلى هذه المسألة، سنة بالنتيجة. نحن لا نفسر السنة في حدود أنها قول وفعل وتقرير النبي، لا، نحن نقول بأن السنة هي فعل وتقرير المعصوم، سواء كان نبيا أو كان إماما. السنة التقريرية والسنة الفعلية والسنة القولية كلها ترتبط بالمعصوم عليه السلام. فعل علي عليه السلام سنة، كما أن فعل رسول الله سنة. قول الحسن والزهراء والأئمة عليهم السلام سنة، كما أن قول النبي سنة. كما أن تقرير النبي، لو نظر النبي إلى فعل معين وسكت عنه قرره، يعني أقر به، كما أنه سنة أيضا مقالة فعل تقرير سائر المعصومين سنة. ولذلك نحن نستدل بروايات المعصومين عليهم السلام ونستنبط منها الحكم الشرعي من باب أنها سنة، فهي تعاضد القرآن. التفتوا إلى هذه المسألة.
إذن فاطمة عليه السلام على مستوى حجيتها من الله تعالى أنها حجة علينا، لا بد من أن نفهم مقامها. هذه نقطة أخرى في نفس المقالة التي ابتدأت بها، قول النبي صلى الله عليه وآله: ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين. إذا لم نثبت سيادة الزهراء عليه السلام، التفتوا، إذا لم نثبت ذلك ونقر به ونؤكده ونضبطه بالدليل، حينئذ سيخرم كثير من المسائل عندنا نعتقد بها، من قبيل الزيارات. أنت تخاطب الحسين عليه السلام: السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، شنو إيش؟ سيدة نساء العالمين. أنت لما لم تقر بسيادتها أو لم تثبت سيادتها، هذا معنى أن هذا المقطع سيدة نساء العالمين إما أن الزيارة محرفة، أو أن الزيارة بالمرة هي لم تصح، أو أنها من أوضاع الشيعة هم وضعوها، في حين الواقع خلاف ذلك كما سيتبين إن شاء الله تعالى خلال البحث. إذن هذا البحث من المباحث المهمة جدا أحبتي وأعزتي، فينبغي الالتفات له والتدقيق في بعض مضامينه التي سأشير إليها إن شاء الله تعالى خلال الجلسة الشريفة. فيما يرتبط بالمبحث الأول وهو مفهوم السيادة مطلقا. السيادة السيد بمعنى الملك المالك، السيد بمعنى المطاع، والسيد بمعنى الحليم، والسيد بمعنى القاضي، ومعاني كثيرة على مستوى اللغة. هذا للسيد. والسيد له أيضا معنى لغوي لعله جامع لهذه الأنحاء التي ذكرت من المعاني، وهو التقدم، أي السيد بمعنى المتقدم. لاحظ لفظة السيد كانت تطلق في ذاك الزمان على من يملك العبيد، فهو مالك فيعبر عنه سيد، وذاك مملوك ملتفت عبد، أيام ما كان يباع ويشترى البشر الرق. في الوقت ذاته استمرت مسألة السيادة وإلى يومنا هذا، حتى أن الذي ينتسب لأهل البيت عليهم السلام للنبي صلى الله عليه وآله هاشميا علويا يعبر عنه بالسيد. لفظة السيد إنما من جهة تقدمه النسبي. لاحظ، فهناك تقدم ما يعبر عنه بالتقدم الرتبي، أي هناك رتبة لذلك الشخص فعبر عنه بالسيد. وإحنا ما لنا علاقة في الألفاظ الآن تطرح من هنا وهناك، السيد الفلاني والسيد الفلاني على مستوى السياسات وحكومات وإدارات، وبناها الناس كل الحكومة سادة، هذه واقع حاضر. لا، وإنما بهالعناوين هذه المفاهيم. العبد، الرئيس أيضا يطلق عليه السيد وشيء من هالقبيل. ولكن أهم المعاني والجامع لها هو التقدم أحبتي. السيد أي المتقدم، والمتقدم تقدم رتبي ليس تقدم مكاني. الآن جنابك متقدم علي فرد مترين 3 5 أمتار، هذا تقدم مكاني. ولا التقدم الزماني أنك حضرت قبل حضوري بساعة مثلا، هذا ما نريده. وإنما الذي نريده هو التقدم الرتبي، الرتبة، الشأن، المقام، هو هذا المطلوب. ومن هنا نفهم بأن سيادة فاطمة عليها السلام لم تكن بنحو التقدم الزماني أو المكاني أو بمعنى المالك أو بمعنى المعاني التي ذكرتها، بل بمعنى التقدم. وإذا كان بمعنى التقدم فهي متقدمة على أقرانها، على جميع النساء، سيدة نساء العالمين، على جميع النساء، متقدمة عليهن في كل الأنحاء والجهات، لا في نحو وجهة واحدة. ملتفت. طبعا كيف لنا أن نثبت صحة هذه الرواية؟ التفتوا أعزتي، هذه مسألة من المسائل المهمة جدا. ليس فقط أننا نفهم المراد من السيدة، وأن طبعا مما يلفت النظر إليه أن فاطمة مرة يقال عنها السيدة، لقب السيدة فقط، ومرة يقال سيدة نساء العالمين. السيدة على إطلاقه ما له خصوصية في النساء. إذا قلنا السيدة بالتالي تكون شاملة وعامة لكل النساء وشنو؟ والرجال، مو في حدود النساء. مع أيضا ملاحظة الرواية قول النبي
سيدة نساء العالمين يفهم هذا المعنى بأنها أيضا سيدة للنساء، وهذا فرد خصوصيات، ولكن لا يعني أن سيادتها للنساء يمنع من سيادتها للرجال. ليش؟ ما يمنع، لفرض أنها حجة على الجميع نساء ورجال، نحن نلتزم بحجيتها وأن لها مقام عند الله تبارك وتعالى. لاحظ، وأنها معصومة صلوات ربي تعالى عليها، وأنها عالمة بعلم الله تعالى. إذا كانت كل هذه الأنحاء متوفرة فيها، لما لا تكون سيدة للنساء والرجال على حد سواء؟ خصوصا وأنها إذا كانت بهذا العنوان إذن هي قدوة وأسوة صلوات ربي تعالى عليها. رسول الله يقول: فاطمة بضعة مني، فاطمة روحي التي بين جنبي، فاطمة هي محمد بعينه. اللهم صل على فاطمة. فاطمة وما أدراك ما فاطمة. يعني إذا نريد نتحدث في فاطمة على يعني حديث مفتوح ما شاء الله ما شاء الله في مقامات فاطمة، لكن أنا أريد وحدة موضوع لا تعدد موضوع، حتى الأذهان تكون وياي بالتسلسل إخوان. وإلا الرواية ما شاء الله: فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. فاطمة التي كانت إذا أقبلت قام رسول الله من مكانه كما تقول عائشة، فقام رسول الله من مكانه فأخذ بيدها وقبلها وقبل ما بين عينيها. صارت مشكلة هنا، شنو قبلها؟ أخذ بيدها وقبلها وقبل ما بين عينيها. هاي قبلها الأولى عود الضمير على يدها، لو على فاطمة قبلها في وجهها في أي شيء. بعضهم قال ما يناسب رسول الله يقبل إيد فاطمة. ليش ما يناسب؟ لأنها ابنته وهو أب لها، كيف أنه يقبل بنته وهي مو طفلة؟ حتى مثل ما الآن الدارج عند الرجال وعند الآباء والأمهات أنه يقبل طبيعي، يقبل ممكن حتى قدم الطفل الصغير، صح؟ لكن هذه ما شاء الله ابنة كبيرة لها من البلوغ الشرعي، إذن كيف يقبل يدها؟ ما المانع أحبتي؟ فاطمة كتلة نورانية جزء من هي إنما اقتطعت من الجنة، أخذت من الجنة. كلما اشتقت إلى الجنة شممت ابنتي فاطمة. فوين ما يقبلها يا حبيبي؟ هي بالنتيجة هي جزء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي كتلة نورانية كاملة، ليست في حدود اليد أو الرجل يقبلها في صدرها في رأسها ما بين عينيها. هذا ما بين عينيها التقبيل الشرعي واضح عندنا في الإسلام عندنا في ذاك، ولذلك سار عليه بعض العرب في ذاك الزمن يقبلون ما بين العينين، لا في الوجنتين لا في الخدين، فاستمرت، ولعله في بعض دول الخليج هذا موجود المعنى عند بعض العرب. عموما إذن فاطمة عليه السلام لها مقام، كيف لنا أن نثبت سيادتها؟ هل أن الرواية التي قرأناها كافية في إثبات سيادتها؟ نقول كافية، فشنو المشكلة في ذلك؟ قالوا لا، لعله مثلا بعض المسلمين لا يقر بذلك. قلنا في مقام الجواب، التفت أحبتي، قلنا أن سيادة فاطمة عليها السلام وردت بألسنة مختلفة، الروايات متعددة في إثبات سيادتها. كلامي وين؟ في إثبات سيادتها، مو في خصائص أخرى لفاطمة، مو الكلام في طهارتها الطاهرة، لا في لقبها الزكية، لا في لقبها الزهراء، لا في لقبها التقية، لا في لقبها النقية، لاحظ، لا في اسمها فاطمة. كلامي مو هنا، وإلا كل هذا مفهوم وكل عنوان وكل صفة له بحث مستقل أحبتي، وهذا ليس من المبالغة بإنما هو الواقع. فاطمة أحبتي كيف لنا أن نقول أنها مبالغة والروايات تقول أنها ليلة القدر؟ وهل لك أن تدرك ليلة القدر؟ ليلة القدر وما أدراك إنا أنزلناه وين؟ في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ من يعرف ليلة القدر؟
من الذي يدرك ليلة القدر بحقيقتها؟ هي فاطمة ليلة القدر يا أحبتي في الروايات عندنا، مجهولة في قدرها، مجهولة في مقامها، مجهولة في خصوصياتها. عامة الناس أحبتي هذه حقيقة أبينها على مضض أن حتى الشيعة يتعاملون مع فاطمة على أنها أنثى بنت رسول الله، أكثر من هذا ما في. قلنا لا، هذا ليس بصحيح. أحبتي اقرأوا الروايات، اقرأوا الأخبار في فاطمة، تجدون فاطمة فوق التصور أصلا، فوق التصور. عموما الطوائف في إثبات سيادة فاطمة جاءت الروايات بألسن مختلفة، نقدر نقسمها على شكل طوائف. الطائفة الأولى هي التي وردت بهذا التعبير: فاطمة سيدة نساء العالمين، اللسان الذي ذكرناه قبل قليل، وهذا وارد في روايات مختلفة، منها ما يرويه مسلم، ومنها ما يرويه البخاري، منها ما يرويه الترمذي لما يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله برواية الترمذي في سننه، لما يقول بأن رسول الله خاطب فاطمة وقال لها: أما ترضين يا فاطمة أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ وهذه برواية اللطيف أنها برواية عائشة. يقول عائشة تقول: فلما سمعت فاطمة ضحكت ابتسمت. أما ترضين سيدة نساء العالمين؟ برواية الترمذي. ومرة وردت، وهذه عندنا أيضا في أخبارنا في البحار وفي غير البحار، يروون الروايات عن الصادق عليه السلام عن رسول الله أنه قال رسول الله: فاطمة ابنة فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هذه من الأولين والآخرين خلي تحتها خط. كيف نقبل؟ يلا قبلنا سيدة نساء العالمين في حدود إيش؟ في حدود أمة النبي، في حدود الأمم اللاحقة لأمة النبي، يعني بعد رسالة النبي لو وين حتى ما قبل النبي. إذا كان ما قبل النبي راح يتعارض مع سيادة مريم، وراح يأتي إن شاء الله الكلام فيه لاحق. إذن هذا تحته خط أشير إليه في المبحث الثاني من الشبهات التي تذكر حول سيادة فاطمة عليه السلام. هذا لسان. اللسان الثاني، الطائفة الثانية من الروايات هكذا عبرت، قالت: إن فاطمة رسول الله. أيضا هذا يرويه البخاري، راجع الجزء الخامس في صحيح البخاري. واللطيف أن هذه الرواية مع أنها مرسلة، الكلام أحبتي كلام علمي أكثر مما هو خطابي. هي لما نقول مرسلة يعني ضعيفة، تكون الرواية ضعيفة ليست بصحيحة، لا يعتد بها، لا يعول عليها، لكن المهم أنها وردت وين؟ في صحيح البخاري. هذا الكلام ليس بطرقنا وإنما بطرق المدرسة الأخرى. تفت؟ بطرق المدرسة الأخرى أنها وردت حتى وإن كانت الرواية مرسلة. ليش؟ للخدش في سندها، لكن أنها وردت أين؟ في صحيح البخاري. خلاص الحمد لله أنها وردت في صحيح البخاري. كل ما ورد في صحيح البخاري صحيح. هاي قاعدة، ما عندهم فرد شيء في البخاري ليس بصحيح. صحيح البخاري بعد القرآن الكريم. هذا مما تعتقد به بعض المدارس الإسلامية أن هذا صحيح البخاري. إذن مع إرسالها البخاري كان يصححها محمد بن إسماعيل البخاري، والحمد لله يعني حتى علماء العامة جلهم من بلاد فارس، من بخارى وما أدري منين، الآن يعبر عنك صفوي، يعبر عنك مدري إيش، مع أنه أنت ليس بصفوي المنشأ. التشيع هنا انطلق التشيع في بلاد العراق، بل بدأ التشيع في المدينة وينطلق إلى أن يصل إلى الكوفة، وهذا مركز التشيع. بالنتيجة ينسبك إلى أنساب مختلفة. الواقع أنه حتى العلماء من المدرسة الأخرى اللي تعترض على الشيعي بهذا النسب وهذه الصفة، هو من علمائهم من يكون ماذا؟ من تلك البلاد. عموما يقول نص الرواية: فاطمة رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة.
هذا يختلف اللسان. قبل شوي كنا نقرأ هكذا سيدة نساء العالمين، الآن نقرأ شنو؟ سيدة نساء أهل الجنة. هو جيد، سيدة نساء أهل الجنة ما له خصوصية. إذا نساء أهل الجنة يعني منو اللي يدخل الجنة؟ المتميز المؤمن الذي مرتبط مع الله تبارك وتعالى. فسيادتها لهذه الفئة المؤمنة من نساء الجنة، ولا منو اللي هو من الجنة؟ اللي فقط المؤمنين. هو جيد، إذا كان كذلك فهي من باب أولى سيدة لغيرها، لغير نساء الجنة، لا من غير المؤمنات، لها سيادة صلوات ربي تعالى عليها تقدم. هذا اللسان ورد أيضا في مصادر مختلفة. اللسان الثاني، الطوائف الثالثة عفوا، اللسان الثالث فاطمة ليس فقط سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة سيدة نساء المؤمنين. لسان آخر، فاطمة سيدة نساء المؤمنين. وهذا ما يرويه ابن شيبة في كتابه، وأيضا يرويه غيره من العامة، وهو موجود أيضا في كتبنا. اللسان الرابع، التفتوا إلى هذه النقطة، هذه اللسان الرابع مهم جدا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فاطمة سيدة نساء هذه الأمة. سيدة نساء هذه الأمة، ملاحظة الألسن مختلفة، سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء المؤمنين، سيدة نساء الأمة، في رواية سيدة نساء هذه الأمة. ليش؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم يسد كل الثغرات. فإذا قال أحد سيدة لمن، المفروض إذا هي مؤمنة وغيرها من المؤمنات هي على حد سواء مع المؤمنات، قال لا، حتى المؤمنات هي سيدة لهن. إن قال شخص بأنها فاطمة عليه السلام سيدة على مستوى الدنيا، قلنا لا، فاطمة على مستوى الدنيا وعلى مستوى الآخرة، لأنها سيدة نساء أهل الجنة. لاحظ. وإن قال أحد بأن هناك في هذه الأمة من لها السيادة غير فاطمة كعائشة، قلنا رسول الله أيضا دفع هذا الإشكال، فقال فاطمة سيدة نساء هذه الأمة، فلا يبقى حينئذ إشكال يرد أو شك بأن هناك سيادة لغير فاطمة عليه السلام. هذه مسألة مهمة جدا أحبتي، إثبات سيادة فاطمة عليه السلام. ولكن هذه السيادة في المبحث الثاني نقرأ هكذا، أن هذه السيادة معارضة. بيش؟ معارضة بروايات، التفتوا، ومعارضة ببعض الآيات، وهذه مشكلة. مرة الروايات تذكر أسماء متعددة، ما كمل من النساء ما كمل إلا 4. شنو ذول الأربع؟ من هن؟ خديجة وآسيا ومريم وفاطمة. ما كمل من النساء إلا هؤلاء. إذن هذه النسوة على حد فاطمة ما كملوا. هذا إشكال يرد. أو ما ورد في عائشة إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهذا غريب في الواقع. والمشكلة أحبتي، اقرأوا ما شئتم تجدون هذه الرواية. روح انقر حتى هذه، عائشة، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذه الرواية يستدلون بها على أفضلية عائشة. عجيب. واحد ما يحب الثريد، شو تقولون؟ ما يحب الثريد، ما يرغب في الثريد، ناس ترغب وناس ما ترغب، هذا ماكو في التميز. لاحظ. وهذا ليس طعنا، لا نريد أن نحن نطعن في عائشة، لا، كلامنا ليس كلام إثبات لسيادة الزهراء عليه السلام، ذاك له بحث خاص. التفتوا أحبتي، إذا كان بهذا الميزان يختلف عن فضل فاطمة عليه السلام. لذلك قال البعض
بأن عائشة فضلها على فاطمة وأفضل من فاطمة من جهة العلم. الله أكبر. اقرأ خطبة فاطمة لتجد العلم عند فاطمة عليه السلام. ليش الفضل من العلم عند عائشة؟ من جهة أن عائشة روت ما يقرب من 1000 رواية عن رسول الله. خوي روت ولم تقل، قولها ليس بحجة، إنما هي روت، في حين فاطمة قالت، وقول فاطمة له حجية، وهو إنما يأتي من علمها صلوات ربي تعالى عليها على مستوى العقيدة والفقه وما شابه ذلك. فحينئذ قالوا ما قالوا من الكلمات في مسألة سيادة فاطمة وما يعارض سيادة فاطمة، أو في خديجة أو في مريم. أيضا الروايات أن مريم سيدة نساء العالمين، خجي صحيح سيدة نساء العالمين، لكن الإشكالية وين؟ سيدة نساء العالمين مطلقا أم في حدود عالمها؟ الآية الشريفة هذا بالنسبة للروايات، طبعا اللي ما أذكره إنما هو قليل، نزر قليل من كثير. الآية الشريفة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الآية 42 من سورة آل عمران، للأخوة إن راق لهم أن يراجعوا الآية يتأملوا فيها. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ناخذ بالآية لو بالرواية؟ والآية مقدمة، لكن مقدمة في أي شيء؟ في صدورها. أما من حيث دلالتها، الدلالة أبين عندنا في الرواية. لاحظ خجي. وين الإشكالية؟ ليس الإشكالية في إن الله اصطفاك الأولى وطهرك، ذاك اصطفاء رقم 1، أي رضيك وقبلك للعبادة وأن تكوني وين؟ في بيته. وطهرك فلا يأتي على مريم ما يأتي على النساء، وإلا لزم لها عليها أن تخرج من المسجد، من المعبد، ما كان ذاك يسموه مسجد، من المعبد تخرج. ليش؟ لأنها يأتي عليها ما يأتي على النساء ولا تكون في المعبد، فطهرها الله تعالى ونقاها. ولازم ذلك ليس فقط الطهارة على مستوى ما يأتي على النساء، بل الطهارة المعنوية، أي عصمها. خلاص لطيف اللي هنا هذا المقطع الأول. أنا لست بصدد بحث الآية، وإلا لو أردت البحث في الآية لما تحدثنا أصلا في فاطمة. لما؟ لأن هذه الآية نفس الآية أحبتي. وإذ قالت الملائكة، الملائكة شلون تقول؟ ماذا تقول الملائكة؟ وهل للملائكة أن تقول تتحدث تتكلم؟ وهل لنا أن نفقه كلام الملائكة؟ هذا فيه كلام. الثاني وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، على أي نحو من الاصطفاء؟ ثم الطهارة والبحث في مسألة العصمة والنقاء وما شابه ذلك. وقوله تعالى واصطفاك على نساء العالمين. المشكلة المعارضة لسيادة فاطمة هنا في هذه الآية، واصطفاك على أي شيء؟ على نساء العالمين. إذن القرآن صريح، القرآن يقول أن فاطمة مصطفات على من؟ على نساء العالمين. إذن كيف لنا أن نتصور سيادة فاطمة وأن لها الفضل على سائر نساء العالمين؟ جواب، التفتوا، هذا جواب مهم جدا. الجواب عندنا جوابان. جواب ما يعبر عنه بالتعبيرات العلمية جواب نقضي، والجواب الثاني جواب حلي. الجواب النقضي هو أنه قد ورد أيضا في القرآن الكريم يخاطب بني إسرائيل وإنا فضلناكم على من؟ على العالمين. بني إسرائيل الله فضلهم على العالمين. هو أي عالمين؟ حتى على الأنبياء والرسل، من غير الأنبياء من بني إسرائيل، حتى على الأنبياء والرسل. هو الأنبياء والرسل هم أصحاب القداسة ولهم الفضل. ثم أنهم هل فضلوا على أمة النبي محمد؟ صلوا عليه وعلى آله. إن قلت نعم، قلنا في مقام الجواب القرآن أيضا يقول وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن هذه الأمة أمة أفضل من سائر الأمم، بما في ذلك منه بنو إسرائيل. فإذن كيف يفضلون على العالمين حتى أمة النبي؟ بالإضافة إلى أن في أمة النبي هو مثل محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.
ولا أحد يقول بأفضلية غيره عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التفضيل طبعا بين الأنبياء طبيعي جدا، ولقد فضلنا بعض النبيين على من؟ على بعض. واضح هذا المعنى. إذن هذا بين النبيين، فكيف النبي بالنسبة إلى عامة الناس فهو أفضل. إذن من هنا نتصيد أن بني إسرائيل إنما فضلوا بالنسبة إلى الأمم التي كانت تقاربهم والعوالم التي كانت في عصرهم في تلك الأجيال، أما في غيره لا. خصوصا وأن بني إسرائيل أحبتي، لفظة بني إسرائيل أصلا إسرائيل لم تكن كلمة عربية، لم تكن كلمة عربية، وإنما هي كلمة شنو؟ عبرية. هذه الكلمة العبرية مركبة من جزئين، الجزء الأول إسرى والثاني إيل. إسرى بمعنى العبد أو الصفوة، وإيل بمعنى الله، فعبد الله صفوة الله، والمقصود به النبي يعقوب صلوات ربي تعالى عليه. ملتفت. ولكن هو عنده أولاد، ولكن كل من انتمى إلى هؤلاء الأولاد واعتقد بعقيدة يعقوب عليه السلام صار بعد إذ يسمى بأي شيء؟ ببني إسرائيل، ولا مو الكل من أبناء يعقوب وبلا كلام. إذن هذا جواب. كيف تقولون بأفضلية بني إسرائيل على الجميع مع أن القرآن يقول فضلناهم على من؟ على العالمين؟ هل تقولون بأفضليتهم حتى من رسول الله ومن أمة رسول الله؟ قالوا لا. إذن هذا يدفع الإشكال عن سيادة مريم بالنسبة لفاطمة على العالمين. هذا جواب النقد. إذن المستفاد واصطفاك على نساء العالمين ليس كل العالمين، وإنما بالنسبة إلى الأمم المتاخمة والموافقة لها وفي جيلها وعصرها. لاحظ هذه مسألة مهمة. لذا ورد في الأخبار أن فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، فقيل للإمام وأين مريم؟ قال مريم سيدة نساء عالمها، سيدة نساء عالمها. أما فاطمة لا، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. الجواب الآخر جواب الحلي أن الآية وردت نساء العالمين، الآية مطلقة نقيدها بمن؟ بالرواية، عامة نخصصها بالرواية، والآية تقبل التخصيص بالرواية ولو كان من أخبار الآحاد الرواية. لاحظ. فحينئذ تتقيد الآية أي واصطفاك على نساء العالمين إلا فاطمة. هو لم يصرح في القرآن ولكن صرح في السنة، والسنة المفروض أنها شنو؟ مبينة للآية. لاحظ. فتثبت حينئذ سيادة فاطمة، وإذا ثبتت سيادتها هي سيدة للجميع على حد سواء النساء والرجال. أحبتي، المرأة تأخذ من فاطمة عفتها وحجابها وعنفوان الأنوثة عندها. فلما تسأل فاطمة أي الأعمال أحب إلى المرأة يا فاطمة، رسول الله يسألها يقول ماذا يقول؟ ألا ترى رجلا ولا يراها. فاطمة عليها السلام كانت إذا تكلمت في بعض الروايات تضع حصاة صغيرة تحت لسانها ليتغير صوتها ولا يقع فيه الرجال ممن كان يطرق بيت فاطمة ولو من أمثال سلمان. هذه فاطمة. وفاطمة في عبادتها، هذه بالنسبة للنساء، في عبادتها وتقواها للرجال. فاطمة للرجال إلي وإلك وللنساء. فاطمة كانت إذا وقفت في صلاتها بكت، وإذا بكت سالت الدموع على خديها على وجهها الشريف، فتملأ قارورة من دموع عينيها، وتوصي بعد إذ أن ادفنوا هذه القارورة معي في قبري. هذا أنا وأنت يحتاج إليه. الخشوع في الصلاة هذا ما هو مختصات النساء، للرجل وللمرأة على حد سواء. الاحتجاب بحجب الله تعالى هذا على حد سواء. فاطمة صلوات ربي تعالى عليها صاحبة الإباء، صاحبة النهضة، صاحبة الدفاع عن العقيدة. لتخرج فاطمة وكما تذكر الرواية وخرجت فاطمة عليها السلام إلى مسجد أبيها رسول الله، وكما كانت مشيتها لتخرم مشية أبيها رسول الله. ليش؟
أرادت في المسجد أن تدعو الناس إلى الخط الصحيح وعدم الانحراف عن الجادة. أن رسول الله يا أيها القوم، وتتلو هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تحتج فاطمة على القوم: لما أنتم صرتم مصداق للآية الشريفة فانقلبتم على أعقابكم أيها القوم، عن المرجعية التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله في علي ومن ثم الحسن وسائر المعصومين عليهم السلام. لا تحيدوا عن الطريق وعن الجادة إلى أن تنتهي بصاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف. واليوم الآن يومنا في زماننا أيضا عندنا المرجعية. المرجعية أيضا امتداد لمرجعية أهل البيت عليهم السلام. الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف يقول: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. فارجعوا، منا صار عندنا مفهوم المرجعية أحبتي، المرجعية الدينية. فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. في الرواية حجة الله عليهم وفي رواية حجة الله يسكت، أي بمعنى أنا حجة الله هم عليهم وهم عليكم أيها المؤمنون. لابد أن نعتقد بهذا الخط الصحيح وننتمي إليه ونلتزم به وندين الله تعالى به، وإلا كيف لنا أن نأخذ الأحكام إلا من أهل العلم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففزعت فاطمة عليه السلام وشمرت عن ساعديها وخرجت لتدعو إلى الحق والصواب وتصحح المسار. ولا يقولن أحد أن فاطمة إنما خرجت إلا للمطالبة بفدك ببستان لا قيمة له في نظر فاطمة، لا قيمة له، إنما كل القيمة وين؟ في الولاية والإمامة. لذلك لما كتب الخليفة الأول كتاب لفاطمة أن يرجع لك فدك، لمجرد خرجت فاطمة من المسجد ولقيها الخليفة الثاني فأخذ الكتاب نظر فيه في رواية تفل فيه بصق فيه ومزقه. لما تصنع يا هذا؟ قال الخليفة الثاني يخاطب الخليفة الأول، قال: إن أعطيتها اليوم فدك ستأتيك غدا للمطالبة بمن؟ بالخلافة لعلي. حقيقة أحبتي نظر أهل البيت غير نظرنا، ليس في حدود الجوانب المادية وإنما في الجوانب المعنوية. هارون اللارشيد يسأل موسى بن جعفر: هل لي أن أرد عليكم فدك؟ قال: نعم. قال: هل لك أن تحدد لي حدودها؟ قال: نعم. قال: إذن ابدأ، يلا حدد لي حدود. قال: أما حدها الأول فسمرقند. شو ده سمرقند؟ وأما حدها الثاني إلى جهة آخر الشام، وأما حدها الثالث إلى مرو خراسان. وين جاي يتحدث الإمام عليه السلام؟ هو كل بستان معروف وين؟ بالمدينة المنورة. وين جاي يتحدث؟ فيقول: أطرق هارون وعرف بأن موسى بن جعفر كان يعني ماذا؟ كان يعني الإمامة والخلافة والمنصب اللي أنت متسبب. ليس في حدود فدك بما هي بستان، وإنما بما هي معنى ولها خصائص ودخالة في مسألة الولاية والإمامة لهم صلوات ربي تعالى عليهم. بعد الهجوم على الدار، ذلك الهجوم المفجع عندما قدموا على بيت فاطمة: أتحرق الدار؟ نعم. قالوا: في البيت فاطمة. قال: وإن؟ احرق الباب، احرق الدار. سليم بن قيس صاحب كتاب سليم بن قيس، هو هذا نفس الكتاب سموه كتاب سليم بن قيس، دخل للمدينة بعد الأحداث. فوين راح يسأل سلمان المحمدي: يا سلمان حدثني بما جرى بعد وفاة رسول الله. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان؟
فقال إي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا، نادت أيا فضة سندي فقد وربي أسقطوا جنيني، فأسقطت بنت الهدى وحزنايا جنينها ذاك المسمى محسنايا، وصارت تنادي يا أبتاه يا رسول الله انظر إلى ما فعل بنا بعدك يا أبتاه، قومك قومك يا ابويا ما رعاني، خذوا نحلتي وبكوا عيوني، بويا بكوا عيوني ومن البكي عليك منعوني، وبر المدينة طلعوني، ومصيبته وزهراء يا آمر على عبد ضربني ضربني ومن ضربته للقاع ذبني. في الرواية عن الصادق عليه السلام أن امرأة يقول في الرواية عثرت فقالت لعن الله قاتلي فاطمة. اسمعوا هذه الرواية مفجعة. لعن الله قاتلي فاطمة. سمعها القوم في عصر الصادق، أخذوها اعتقلوها رموا بها بالحبس، أرادوا أن يقتلوها ويقيموا عليها الحد، فوصل الخبر للصادق عليه السلام، قالوا له يا ابن رسول الله أن امرأة حدث معها كيت وكيت. يقول الإمام بكى وسالت دموعه على خديه لمجرد أن تذكر جدته فاطمة. يقول حتى أنه أسبغ وضوءه وجلس في محراب صلاته ويدعو الله أن يفرج عن تلك المرأة التي لعنت قاتلي فاطمة والتي كانت تبكي لمصاب فاطمة. إن كنت باكيا فابكي لمصاب فاطمة، فإنما مصاب الحسين من مصاب فاطمة. أمر على عبد ضربني ومن ضربة للقاع ذبني، بويا لا استحى مني ولا رحمني. وهذا يذكرنا بيا معنى زينب عليه السلام في كربلاء يوم قدم الشمر ليضربها ويقرعها بصوته، صارت تنادي أيوا أخاه وحسينا خويا هذا الشمر والله ضمني، ضربني على متوني وشتمني،
انكسر قلبه ولا يا رحمني. عودة لفاطمة. فاطمة عليها السلام بقيت معصوبة باكية حزينة، بقيت مدة بعد أبيها. مختلف في ذيك المدة، مختلف فيها، لذلك تعددت ذكرى شهادة فاطمة عليها السلام لثلاثة مناسبات. فإنما وعندما وصل أمر رحيلها من الدنيا اغتسلت وتطيبت، ثم قالت لعلي: ادن مني يا علي. ماذا تريدون من علي؟ قالت: لو أوصيك بوصايا يا علي. أوصت بوصايا، آخر تلك الوصايا: يا علي إن أنا مت فكفني وحنطني وصلي علي وادفني ليلا لا نهارا والسرا لا جهارا. تقول أريد أوصيك يا أبا الحسن بوصيك. أنا عدوانك الهضماني ما أريد أن يحضروني، غسلني بسواد الليل يا كرار ودفني. تقل أنا طاهرة أنا طاهرة يا غسلت أنا طاهرة يا غسلتني، وبالك لا تجس ضلعي ومتني، وبالك لا تجس ضلعي ومتني. ترى نار الكسر تسعر بقلبي ومصيبته، نار الكسر تسعى يا رب قلبي. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل فرج إمام زماننا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اكشف كروبنا، فرج همومنا، اقضي حوائجنا، ارحم اللهم أمواتنا، أيد وانصر شيعة أئمتنا، أيد وانصر مجاهدينا يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا وفقنا لما تحب وترضى يا الله. اللهم المؤسسون الحاضرون السائلون الدعاء اشملهم ببركات دعائنا، بلغ اللهم أمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات. من وراه من وراه
والله من ورايا دروا بالباب هذه، والله ومن ورايا دروا بالباب هذه، والله ومن وراها البتول ونار همها، والله من ورايا يا عين الله الصماده، والله من وراها يا عين الله الصماده، والله من وراها ضلع مكسور شاهد للزكية، يا والله ضلع مكسور شاهد الزكية، والله علمها الهواشم صارت النكبة، والله علمها يا الهواشم صارت النكبة، والله علمها عالي كان شو مطوي، والله علمها يا عين الله قلب زينب علامها، والله يا عين الله قلب زينب علمها، والله علمها طفلة شلون عافتها الزكية، يا والله طفلة شلون عافتها، وين يا الزكية، والله علي وين من بيت الوحي الليلة، والله علي وين من بيت الوحي الليلة، والله علي وين حين الصابة والزهرة، والله علي وين بليل من تشيلوها، والله علي وين بليل من تشيلوها، والله على وين اخذنا وياها يا حامل حمية، يا والله اخذنا وياها يا حامل الحمية، ويلي على الزهرة المظلومة. شباب صوت أريد. ويلي على الزهرة المظلومة، ما عاشت وماتت مظلومة، ويلي ارفع صوتك للزهرة مأجور، ما عاشت وماتت مظلومة، ويلي ايدك لي فوق مأجور، ما عاشت وماتت مظلومة، ما عاشت وماتت مهضومة، ويلي ما نصيح بحزن وبأعبار، مظلومة بنت المختار، نصيح بحزن وبأعبار، اي مظلومة بنت المختار، اي من الجار عليها وصار، من الجار
بالحزن ظلت مالومة ويلي ما بالحزن ظلت مالومة تعال هنا محمد. خل دمعك هل دموم خل دمعك هل دموم المن الكسرة ضلعها المهشوم خل دمعك هل دموم الكسرة ضلعها المهشوم اي وندب الغايب يا يوم وندب الغايب يا فرج الله وندب الغايب يا ياخذ بثار المهضومة ويلي مجر والله ياخذ بثار المهضومة ويلي خادم خل دمعك هل دموم دموم اي خل دمعك هل دموم الكسرة ضلعها المهشوم اي خل دمعك هل دموم الكسرة ضلعها المهشوم اي وندب الغايب يا يوم وندب يا صاحب الزمان ياخذ بثار المهضومة ويلي والله ياخذ بثار المهضومة ويلي ما عاشت وماتت محرومة ما عاشت وماتت محرومة ما عاشت وماتت مهضومة ايدك لي فوق ماجور ايدك لي فوق ماجور ان شاء الله اسمعني عمي بارك الله بكم للجنة للنور تعالي تعالي بضلعك المكسور تعالي تعالي للجنة للنور تعالي تعالي بضلعك المكسور تعالي تعالي دنيا الذي ما تحترم إنسان عوفيها يا فاطمة كنا يم الله خليها دنيا الذي ما تحترم إنسان عوفيها يا فاطمة كنا يم الله خليها يمي تعالي للجنة للنور تعالي تعالي بضلعك المكسور تعالي تعالي للجنة للنور تعالي تعالي بضلعك المكسور تعالي تعالي دنيا الذي ما تحترم إنسان عوفيها يا فاطمة كل نايبة يم الله خليها دنيا الذي ما تحترم إنسان عوفيها
يا فاطمة كل نايبة يم الله خليها يمي تعالي يمي تعالي للجنة للنور تعالي تعالي بيش بضلعك المكسور تعالي تعالي والله للجنة للنور تعالي تعالي بضلعك المكسور تعالي تعالي دنيا دنيا الذي ما تحترم إنسان عوف يا فاطمة كل نايبة يما الله خلي دنيا الذي ما تحترم إنسان عوفيها يا فاطمة الله خليها يمي تعالي يمي تعالي للجنة للنور تعالي تعالي احفظ لعيك المكسور تعالي تعالي للجنة للنور تعالي تعالي بضلعك المكسور تعالي تعالي دنيا الذي ما تحترم إنسان عوفيها يا فاطمة كل نايبة يم الله خليها دنيا الذي ما تحترم يا فاطمة كل نايبة يما الله خليها يمي والله يمي تعالي للجنة للنور إلك بضلعك المكسور تعالي تعالي صوتك للجنة للنور تعالي تعالي دنيا دنيا الذي ما تحترم إنسان عوفيها يا فاطمة كل نايبة يما الله خل يا الله دنيا الذي ما تحترم ماجور الله خليها يمي تعالي يمي تعالي الشافت وجهك القدسي يا فاطمة اشتاقينا ولو ما طالت المدة نحسها قاسية علينا هل شافت وجهك القدسي هي فاطمة اشتاقينا ولو ما طالت المدة نحسها قاسية علينا محمد والدك أنا محمد والدك أنا تعالي يا ضوى عينه خديجة هاي ويانا خديجة هاي ويانا وارد الجنة بيدينا وارد الجنة بيدينا وبلهفة الروح وقفنا وبدمع مسفوح وقفنا وبلهفة الروح وقفنا وبدمع مسفوح وقفنا نتنطر الوجه الذي للروح يحييها يا فاطمة كل نايبة
نتنطر الوجه الذي للروح يحييها يا فاطمة الله خليها يمي تعالي يمي للجنة للجنة للنور تعالي تعالي بضلعك المكسور تعالي مأجور للجنة للنور تعالي تعالي بضلعك والله دنيا الذي ما تحترم إنسان عوفيها يا فاطمة أعلى دنيا الذي ما تحترم إنسان عوفيها خليها يمي تعالي يمي تعالي خادم هل شافت وجهك القدسي خادم الحسين الحاج رحيم أبو علي والكاظمي هل شافت وجهك القدسي هي فاطمة اشتاقينا ولو ما طالت المدة نحسها قاسية علينا محمد والدك أنا محمد والدك أنا تعالي يا خديجة هاي ويانا وارد الجنة بيدينا وارد الجنة بيدينا وبلهفة الروح وقفنا وقفنا وبدمع مسفوح وقفنا وقفنا وبلهفة الروح وقفنا وقف والله وبدمع مسفوح وقفنا وقف نتنطر الوجه الذي للروح يحييها يا فاطمة كل نايبة نتنطر الوجه الذي للروح يحييها يا فاطمة كنا يمي تعالي يمي للجنة للجنة للنور تعالي تعال بضلعك المكسور مأجور للجنة للنور تعالي تعالي دنيا دنيا الذي ما تحترم إنسان عوفيها يا فاطمة كل نايبة يم الله خليها دنيا الذي يمي تعالي يمي تعالي اي ساعات ما تفارقنا ورحيت يا فاطمة لربي انا ما شفت كل راحة وبقيت ايدي على قلبي وبقيت ايدي على قلبي هي ساعات ما تفارقنا ورحيت يا فاطمة لربي
أنا ما شفت كل راحة وبقيت ايدي على قلبي، هي أعلم باللي يصير وصار، أعلم باللي يصير وصار، من الضيعة تعبي روحي عيون إلها تشوف، روحي عيون إلها تشوف، ويا مدارك بقت تربي، ويا مدارك بقت تربي، ما غمضت العين تراقب تراقب، يا مدار ابو حسين تراقب تراقب، ما غمضت العين تراقب تراقب، يا مدار ابو حسين تراقب تراقب، بنت الوحش شلون الضلالة تعتدي عليها يا فاطمة. ليش نصه؟ والله بنت الوحش شلون الضلالة تعتدي عليها يا فاطمة. ليش تنصي يا عمي؟ ليها يمي تعالي يمي تعالي للجنة لين. ارفع صوتك مأجور. مولاي بضلعك المكسور تعالي تعالي للجنة. والله دنيا الذي ما تحترم إنسان عوفيها يا فاطمة. أي أعلى دنيا الذي ما تحترم إنسان عوفيها، يمي تعالي يمي تعالي. دار الراب رفع شانه بقدرته وعزته اختاره، هو جبريل الوحي خله، وجبريل الوحي خله، أثار واضح على كتاره، هي أثار واضح على كتاره، هي دار الراب رفع شانه قدرته وعزته اختاره، وجبريل الوحي خله، أثار واضح على كتاره، هي وملاك العريس صارت، وملاك العريس صارت، تقصده وكلها زواره، شلون الماء تخاف الله تريد تطفي انواره، تريد تطفي انواره، يا دار الامجاد عجيبه عجيبه، تمسك الاوغاد عجيبه عجيبه، يا دار الامجاد عجيبه عجيبه، والله تمسك الاوغاد عجيبه. بهذا الفعل عزة وهبل رايدة ترد ليها يا فاطمة، بهذا الفعل عزة وهبل رايدة ترد ليها يا فاطمة. مأجور
يمي تعالي يمي تعالي للجنة للجنة للنور تعالي تعالي. الله يقضي حوائجكم. والله للجنة للنور تعالي تعالي. دنيا الذي ما تحترم إنسان عوفيها دنيا الذي ما تحترم إنسان عوفيها ليها يمي تعالي خادم يمي تعالي. دار الرب رفع شانه بقدرته وعزته اختاره هو جبريل الوحي خلى أثار واضح على كتاره هي أثار واضح على كتاره هي وأملاك العريس صارت تقصده وكلها زواره شلون الما تخاف الله شلون الما تخاف الله تريد الطف أنواره تريد الطف أنواره. يا دار الأمجاد عجيبة عجيبة تمسك الأوغاد عجيبة والله يا دار الأمجاد عجيبة عجيب شلون تمسك الأوغاد عجيبة. بهذا الفعل عزة وهبل رايدة ترد ليها يا فاطمة أعلى أعلى. والله بهذا الفعل عزة وهبل رايدة ترد ليها يمي تعالي يمي. هذول ناس ما يفيدون ونعان إسلامها تخلت معروفة حقيقتها من الحقد ما ملت من الحقد ما ملت. هي هذول ناس ما يفيدون عن إسلامها تخلت معروفة حقيقتها معروفة حقيقتها من الحقد ما ملت. هي ما شافت كتاب الله هي ما شافت كتاب الله وين آيات من نزلت شلون تجرأت جسرت شلون تجرأت جسرت ايديها رتها انشلت ايديها رتها انشلت. من دفعة الباب عساها عساها عيش لها لا طاب عساها عساها والله من دفعة الباب عساها
عيش الهلا طاب عساها هالدنيا لابد تنقضي وحساب تاليها يا فاطمة. هالدنيا لابد تنقضي وحساب تاليها. اي والله وين يروحون ليها يمي تعالي يمي تعالي وين للجنة بضلعك المكسور تعالي تعالي للجنة مأجور إن شاء الله. دنيا الذي ما تحترم إنسان عوفيها دنيا الذي ما تحترم إنسان عوفيها يا فاطمة. يمي تعالي يمي تعالي هذول ناس ما يفيدون ونعان إسلامها تخلت خادم هي معروفة حقيقتها هي معروفة حقيقتها من الحقد ما ملت هي من الحقد ما ملت هي ما شافت كتاب الله هي ما شافت كتاب الله وين آيات من نزلت شلون تجرأت جسرت ايديها رتها انشلت ايديها رت لك ايديها رد لت من دفعة الباب عساها عيش الهلا طاب عساها من دفعة الباب عساها عيش الهلا طاب عساها هالدنيا لابد تنقضي وحساب تاليها يا فاطمة. هالدنيا لابد تنقضي وحساب تاليها يمي تعالي يمي تعالي يا قديسة أهل البيت يا أم الحسن وحسين على الشفتي من آلام دم يسيل دمع العين دم يسيل دمع العين يا قديسة أهل البيت يا أم الحسن وحسين على الشفتي من آلام دم يسيل دمع العين غصبة وحقك وراوج بالدنيا عذاب البين حكم الباري فيهم
حكم الباري فيهم وتذهب من باكر وين وتذهب من باكر وين ساعات الحساب تجيها وغضبة الوهاب تجيها اي ساعات الحساب تجي وغضبة الوهاب تجيها الأعمال كلها مسجلة وانت تعرفيها يا فاطمة كنا الأعمال كلها مسجلة وانت تعرفيها ليها يمي تعالي الجنة للجنة ما شاء الله بك بضلعك المكسور تعالي تمنيت الأجل يا ابويا يلفيني ولا اشوف الهضم والنايب بعيني تمنيت الأجل يا ابويا يلفيني ولا اشوف الهضم والنايب بعيني يا ابويا من غبت تدري جرى علينا ويا محنة ومصيبة اللي تمر بينا علي شلون دهر يسل مواضية وحاربني زماني ويتم سنيني وحاربني زماني ويتم سنيني يحاربني بغيابك ليش ما أدري وإسهامه يا بويا تفنت بصدري يحاربني بغيابك ليش ما أدري وإسهامه يا بويا تفنت بصدري بعدك لا هنا ولا طاب لي عمري وما أدري شبع الدهر يراويني وما